أعلنت الحكومة التركية الحداد على ضحايا منتجع كارتلكايا للتزلج، والذي شب فيه حريق في فندق كبير جراند كارتال، حيث حتى الآن الوفيات 76 شخص، وإضافة إلى المصابين. وقامت مصر بتعزية تركيا على هذا الحدث، وأيضا العديد من الدول قدمت التعازي وتمنيات للمصابين بالشفاء. يعني هذا الحدث كانت به مآسي إنسانية، حيث يعني قام أحد الآباء بمحاولة إلقاء نجله من الفندق وطلب وسادات هوائية حتى لا يصاب في الحريق، ولكن يعني هناك محاولات مضنية لمعالجة المصابين، وحتى الآن يعني الحدث كبير في هذا الموسم للتزلج، وموسم يعني كبير، وكانت الإشغالات في الفندق أكثر من 200 شخص. نتمنى السلامة للجميع، ويعني ألا تعود هذه الأحداث أو الحوادث الخطيرة للمدنيين ومن يقومون بالسياحة.